السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي نعالج العند عند الاطفال لو كان السبب العند اسباب نفسية وسلوكية. عشان كده قلنا نسمع حلقة اسباب العند عند الاطفال عشان كل واحدة تعرف ايه سبب العند عند اولادها. الفيديو ده هنتكلم لو العند ده نتيجة اسباب تربوية. يعني ايه اسباب تربويه؟ يعني غلط او معامله غلط او تربيه غلط للاولاد ادت لسلوك العند عندهم. لو احنا فاكرين الحلقه اللي فاتت هنعرف، كل واحده هتعرف تبدا هي تقول معايا من غير ما نقول. احنا قلنا اول حاجه ايه؟ الدلال المفرط، الدلع. لا انا مش مدلعاه، لا انتي مدلعاه، دلعتيه من اول مره قلتي له فيها على حاجه لا عيط او زن عليكي لغايه لما نفذتي له الحاجه ومشى كلامه ورايه عليكي، يبقى انتي كده دلعتيه. معنى كده في كل مرة هيعوز حاجة هيتبع نفس الأسلوب عشان عارف إنك هتجيبي آخره وهتنفذي له الحاجة اللي هو عايزها. طب أعمل إيه يا دكتورة؟ ما أنا دماغي مش رايق، ما أنا ورايا 60,000 حاجة، ما أنا مستحملش الزن ده. قلنا الصبر وضبط النفس. طب نعمل إيه بقى في حالة زي دي؟ لو الطفل لسه سنه صغير وهنقدر نشتته، يبقى نتبع أسلوب التشتيت. انا هقول لكم مثل واحد عشان ما نطولش الحلقه وانتوا قيسوا عليها اي حاجه تانية، واللي عنده استفسار في حاجه معينه يسيبها لي في الكومنتات او يبعت لي رساله. مثلا انا عايز الشيبسي، تمام؟ هو طفل صغير ونقدر ان احنا ايه نشتته، فخلاص بلاش الشيبسي. ايه رايك ناخد البسكوت ده ونخلي بالنا ان تعبير الوجه والبادي لانجوج زي ما بنقوله بتاثر. فاحنا بنقول له على حاجه لا وهو صغنن، لا بلاش دي مش حلوه، لا بلاشها المره دي، فنبين له ان الحاجه دي احنا مش حابينها. الله خد باكل البسكوت دوت، ده جميل ومغذي وحلو يا حبيبي وطعمه جميل، جربه. مش هيرضى يا دكتوره، جربي، ما هو كل حاجه احنا اتفقنا مش هنقول لا، نجرب. طيب لا مش عايزه وصمم على رايه وهو عايز الشيبسي، تمام، هنديله بديل. تاخد ايه رايك؟ طب تاخد بسكوت؟ بلاش البسكوت، طب تاخد بسكوت ولا عصير؟ تمام، او بسكوت ولا نايتي او بسكوت ولا اي حاجه، بس هنبدا نشتته ونبعده عن الحاجه الاساسيه اللي هو عايزها. تمام. طب لا عايز لا ده ولا ده وصمم له، خلاص هو ده اللي قدامي، هتاخد ده او ده ولا نمشي؟ وقيسي على كده اي حاجه تانية، اديله بدايل. صغير شتتيه واديله بدايل، وفي الغالب وهو صغير هيقبل باي حاجه وهيمشي. يبقى انت شتتيه، ما سبتيهوش يزن ولا يعيط ولا يجيب اخره معاكي، ولا حس ولا مثلا تجاهلتيه لدرجه ان هو فقد الثقه ان هو اصلا حد مهم. تمام. طب لو هو كبير لا، يبقى هنتناقش معاه. يا حبيبي انت خدت مصروفك مثلا، مش هينفع تاني، حاولي تقنعيه، نتكلم ونقتنع. اقتنع ما اقتنعش لا خلاص، ماما قالت كلمه فمش هينفع ان احنا ان انت هتعمل اللي في دماغك، لا مش هينفع. تمام. بس حاولي الاول قبل ما كلمتك اللي تمشي، لا حاولي تكلمي معاه وتقنعيه بوجهه نظرك وتسمعي وجهه نظره، ونبدا يبقى في ما بيننا لغه حوار. ممكن بقى القسوة زيادة، كل حاجة ضرب، كل حاجة ضرب، هو خلاص حاسس بالظلم. فبلاش اسلوب العقاب المتواصل اللي على طول بقى بسبب ومن غير سبب وعلى طول الطفل معاقب، فما ينفعش. تمام. بلاش القسوة زيادة لانها تطلع طفل عنيد. نقعد مع الطفل ونتكلم معاه بالراحة ونحاول نفهمه، ونحاول دايما هناخد حلقة كاملة لو احنا وصلنا للعقاب هنعاقب ازاي، حتى العقاب حتى العقاب هنقول هنعاقب ازاي. لازم هيبقى الاول هنقعد وهنتفق في قواعد هنمشي عليها، والقواعد دي لو ما اتنفذتش لا ساعتها بقى هيبقى في عقاب، وهنبقى محددين العقاب. ودايما تعالوا افهمكم حاجة واعرفكم حاجة وحطوها دايما، يعني دايما قدام عينيكم. العقاب بيكون على قد الغلط مش على قد الغضب. بمعنى ايه؟ يعني على قد غلط الطفل نعاقبه مش على قد الغضب اللي جوانا. في طفل ممكن يكب كوباية عصير على السجادة، هو شايفها انها حاجة بسيطة، بس الام لانها شايفة ان هو كب كوباية العصير على السجادة لسه هروح واجيب وانشف وانضف مكانه، ويا سلام لو السجادة بقى لونها فاتح، بقعت. انت هنا عاقبتي الطفل على قد غضبك اللي جواكي مش على قد ان هو يا دوب كب كوبايه عصير. فنخلي بالنا ان العقاب يكون على قد غلط الطفل مش غضبك اللي جواكي. هنتكلم بالتفصيل على ازاي نعاقب في حلقه لوحدها، بس زي ما بقول لك بلاش القسوه والعقاب المستمر. تمام. حاولوا دايما يبقى فيه لغه حوار. يا حبيبي انت عملت كده ليه؟ طب مش ماما قالت كده غلط؟ طب ما نعملش كده تاني. وحاولي تتكلمي معاه وتفهميه بالراحه.
طيب ممكن برضو يكون العند نتيجة ان انت عمالة تدي اوامر تدي اوامر تدي اوامر من غير ما تشرحي له اي حاجة. لا، اوقات الطفل بيبقى عايز يفهم، تمام، واوقات هو كمان بيحس ان هو إيه لا هو مش عايز مثلا يعمل الحاجة دي دلوقتي، هو كمان عايز مساحة شخصية ليه، ممكن يقول لك لا مش دلوقتي يا ماما. فانت حاولي تفهميه كل حاجه وتشرحي له، طب هات لي كذا عشان كذا، ودي كذا عشان كذا، انزل اعمل كذا عشان كذا، فتحاولي تفهميه وتشرحي له بدل ما انت عماله تديله في اوامر. تمام. غير كده ان انت مثلا اديله مساحته الشخصيه. اوقات الاطفال بتتحجج او بتعندك ما تعملكيش الحاجه في الوقت ده، وتقول يبقى حجتك لا مش دلوقتي، انا مش فاضي، انا مشغول في ايه يا حبيبي؟ هو لانك انت لما بتيجي هو يطلب منك طلب تقولي له انا مشغول او بابا كذلك، فهو كمان حاسس ان هو من حقه ان هو يبقى هو كمان مشغول. فساعتها بقى هنبدا بقى في ايه، ان احنا نتفاوض مع بعض. الاول هنبدا نقول له طب ماشي نديله مساحته الشخصيه، لو الحاجه مهمه خلاص يبقى لازم تعملها، طب لو الحاجه مش مهمه طيب تقدر تعملها كمان قد ايه؟ فهيقول لك مثلا كمان ساعتين كده اكون خلصت اللي ورايا. يبقى انت كده اديتي له مساحته الشخصيه، وان هو هو كمان يبقى له حريه ان هو يختار الحاجه في الوقت برضو اللي هو يقدر يعمله فيه. طيب ممكن ندخل على على التفاوض. طب ليه ساعتين كتير وماما محتاجه الحاجه دي، طب ايه رايك نخليها ساعه واحده بس؟ فيقول لك ماشي، يبقى انت هيبقى في حوار ما بيننا، ليه وجهه نظره وليكي وجهه نظرك، وفي تفاوض وفي حلول وسط. تمام. انت متخيله موقف بسيط زرعتي فيه جواه قد ايه؟ تمام كده. يبقى برضو مش هنقعد ندي في اوامر من غير ما نشرح للطفل ونفهمه، لان دي حاجه بتحسسه بالظلم، وخصوصا بقى لو اكتر من واحد وانت بقى ماسكه واحد عماله هو اللي تديله الاوامر، دي مشكله تانية. فعشان كده اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الغيره، نحاول دايما نساوي بين الاولاد. احنا اتكلمنا برضو عن العقاب المستمر، انه على طول معاقب، وقلنا هنتكلم لو احتاجنا عقاب هنمشي ازاي، لازم هيبقى فيه زي ما بنقول رولز، في كده قواعد للبيت احنا كلنا ماشيين عليها. والعقاب يا ريت يكون على قد زي ما قلنا الغلط مش الغضب، ويكون فوري. مثلا هو مسك العابه كده رماها، فخلاص هنلم اللعب، ما انتش لاعب. لازم في عقاب يكون فوري، ما تأجليهوش وما تأجليش النقاش. هو هيحس ان الحاجه مش مهمه، وهيحس ان السلوك مش فارق معاكي، فلازم يبقى الحاجه في وقتها. تمام. يبقى لازم العقاب يكون في وقته. وزي ما قلنا هنفرد حلقه لو احنا فعلا وصلنا لمرحله العقاب هنعاقب ازاي. تمام. الانتقاد المستمر، امهات كتير بقى وتيجي بقى قدام الطفل، يا ستي مش قدامه، طب مثلا طب روح العب يا حبيبي بره عشان اعرف اتكلم مع ماما. مش قدامه ومش قدام حد، يعني ما تجيش تتكلمي قدام حد وهو معاكي، ده عنيد، ده ما بيسمعش الكلام، ده ما فيش فايده فيه، والله انا عملت معاه كل حاجه. غلط. احنا اصلا بنقول احنا ككبار لما يجي حد ينصحني بيني وبينه فهو كده نصحني، لكن لو نصحني وحد قاعد فانت كده فضحتني مش نصحتني. فما بالك بالطفل وبنفسيه الطفل، ما ينفعش تنقديه قدام حد، ما ينفعش تقعدي تشتكي منه قدام حد، وخصوصا لو الحد ده بيحبه، لو تيتا اللي بيحبها او عمته اللي بيحبها او خالته اللي بيحبها او هكذا. ده بيحسسه قد ايه بظلم، وقد ايه ان هو مش محبوب، واذا كان ماما مش مقدراني فمين هيقدرني اصلا، واذا كان ما لقيتش تقدير في بيتي يبقى هلاقيه بره ازاي. فلازم برضو الانتقاد ما يبقاش قدام حد، ودايما انقدي السلوك لكن ما تنقديش الطفل. السلوك ده يا حبيبي مش حلو، لكن انت حد جميل وتقدر تتغير وتعمل احسن. تمام كده. يبقى ده العند اللي نتيجة اسباب تربوية، مش هندلع اكتر من لازم، مش هنقسى اكتر من لازم، مش هننقد الطفل اكتر من لازم، هنعاقب بالاسلوب الصح مش هنعاقب باسلوب غلط يخليه عندي بزيادة. مش هنقعد بقى نعنف الطفل دايما وننقده دايما، لا. يبقى هنغير اسلوب التربيه عشان بالتالي سلوك الطفل يتعدل. اتمنى ما اكونش طولت عليكم والله يا جماعه، بس فعلا لازم اقول لكم المعلومه كامله. نستنى بقى، فاضل شويه اسباب كده بسيطه هنقولها ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. وقبل ما نقفل نصلي على النبي واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.